الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم. معنا الآن ورقة مصرية، الحكومة الملكية المصرية أوراق عملة رسمية، زي ما احنا شايفين عليها صورة الملك فاروق رحمة الله عليه. صدرت بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1940. زي ما احنا شايفين هي فئة 10 قروش مصرية، رقم 648067 ميم على 8. المجموعة التمانية، أيوة، مجموعة ورقة بالحالة اللي احنا شايفين عليها ايه. فئة 10 قروش. عايزين نشوف مع بعض الوجه التاني للعملة. الحكومة الملكية المصرية، Egyptian جراند ليونوت، أوراق عملة رسمية. واحدة كاتبة عليها اسمها سارة هيد. أوراق عملة فئة 10 قروش، ورقة قديمة. مم. مم. احنا عارفين الورق ده كان زمان بيتباع في لندن، على فكرة ما كانش بيتباع في مصر. كان بيتباع في لندن ويتشحن من لندن على مصر، ان هو كان في مطابع لندن. والتصميمات بتاعة العملات دي كانت برضو بتتعمل في لندن، ما كانتش بتتعمل في مصر. تصميم الورقة وطباعتها ما كانش بيتعمل في مصر، كان بيتعمل في لندن وما كانش بيتعمل في مصر. على فكرة كانت مصر لحد وقت قريب كده، لغاية لما تم إنشاء مطبعة البنك المركزي في مصر. حاليا مصر بتطبع العملات بتاعتها عندها. الورقة دي زي ما احنا شايفين هي ورقة جميلة، لكن حالتها زي ما احنا شايفين يعني مش قد كده. لكن هي نادرة نسبيا، لأن طبعا من كثرة التداول وده ورق فبيضيع وبيبوظ يعني. عموما الورقة بالحالة اللي احنا شايفينها دي سعرها 150 جنيه. لو هي انت قدرت تاخد تحصل على ورقة أنصر، فممكن يبقى سعرها أغلى، لكن أرجوك خلي بالك، لأن في منها ورق معمول كوبي مش أصلي. فاحنا لما نيجي نشتري ناخد بالنا من النقطة دي، أرجوكم يعني. قلنا تاني إن الورق بتحدد سعره حسب العملات، عموما بتحدد سعرها حسب الحالة والندرة والعرض والطلب. الحالة بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهي، وهي معلهاش إقبال كبير قوي، هي نادرة شوية لكن معلهاش إقبال كبير قوي. وهي سعرها حوالي 150 جنيه بالحالة بتاعتها دي. لو انت لقيت حالة أنصر ممكن سعرها يبقى أعلى، لكن نخلي بالنا كويس قوي إنها ما تكونش ورقة كوبي ومش أصلية. نرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.